واحد السلام عليكم المتابعين ديالي العزاز، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ اللهم لك الحمد والشكر. اش غنقول لكم؟ بسمة بوسيل من بعد ما طلقات من تامر حسني، اكيد غادي يكون الخبر في راسكم. هذا الخبر راه داير ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي من بعد ما طلقات منه امراه وقاده، امراه مغربيه حره. يلاه طلقات مشات، خدات واحد المقطع ديال واحد الأغنية وغناتها ونالت الإعجاب ديال الجميع، وفعلًا هي راها مطربة واعرة، عندها صوت زوين. أغلبية الناس فاش سمعوا صوتها قالوا أحسن من الصوت ديال الزوج ديالها تامر حسني. ما يعني ما حسّتش بالانهيار، ما حسّتش كيما كنقولوا بالذل حيت طلّقات. بالعكس مفتخرة براسها وعاجبها راسها ولله الحمد، والله يخلي ليها وليداتها معاها، أحسن هدية من عند الله. وزيدون صوتها زوين بزاف ما شاء الله عليها. من بعد ما حطّات داك المقطع ديال الأغنية عجبات الناس، وبطبيعة الحال حتى الطريق ديالها ما بخلش عليها حتى هو، دخل وخلى واحد التعليق لواحد البنيتة صغيورة كيمعني على الطليقة ديالو بسمة بوسيل. ما قادرش يدخل لعندها نيشان ويخلي لها هي تعليق، وحط في الحساب ديالو تيقول لها تبارك الله عليك، أنا كنت دائمًا كنقول لك بأنك أنتِ نجمة وصوتك زوين وأنتِ واعرة، وبقى كيشكر في ديك البنيتة بالعاني، هو راه كيدوّز الهضرة للطليقة ديالو. الله يخلي لها وليداتها، والله ياخذ الحق في اللي كان سباب، والله ياخذ الحق في السيدة اللي خدات ليها راجلها، لأن السباب ديال الطلاق هو الخيانة الزوجية. بسمة حصلت تامر مع واحد السيدة وما قدرتش تصبر، هكا طلبت الطلاق وولات حرة وتهنات منه.